طب يا رجاله، بص، هو موضوع مهم بالنسبه لي انا او تجربه شخصيه بالنسبه للاسلام في مكاني في سلكتي. تمام كده. انا السنه اللي فاتت طول السنه حاولت امشي مع الحمام على قد ما اقدر، وكان في كذا مشكله كده، فقعدت حوالي 8 9 شهور ما بفرخش. وتقريبا اغلبيه الناس اللي تعرفني عارف ان انا السنه اللي فاتت ما فرختش ولا زغلول واحد. تمام كده. اللي انا عايز اقوله لك ان الفرخ اجتهاد، هو رزق واجتهاد. لازم تبقى مجتهد، لازم تشتغل على نفسك، وغلطه ما تتكررش. غلطت المره دي، عارف ان عندي مشكله في كذا كذا، في مكان تهويه مكان مثلا، في كلفه، في راجل بشتري من عنده الكلفه، في عدم تغيير الميه فترات، في اختيار فرد حمام مش مناسب. في مشاكل كتير بتقابلك. وانا السنه اللي فاتت بصراحه اتعلمت كتير، مش هكدب عليكم. السنه اللي فاتت كانت اهم تجربه بالنسبه لي في تربيه الحمام، لاني كنت كل ما اطلع من مشكله اخش في مشكله، اطلع من مشكله اخش في مشكله. الحمد لله السنه دي زي ما بقول لك الفرخ رزق، في المرتبه الثانيه اجتهاد، وطول ما انت بتجتهد ربنا هيرزقك. السنه دي الحمد لله الحمد لله الموسم بادئ كويس بالنسبه لي. مرضي جدا عن اللي انا عملته، مرضي ان انا طورت في سلكتي من 10 عيون السنه اللي فاتت لما شاء الله حوالي 30 عين او حاجه 35 عين. من 5 اسوس ما شاء الله، 5 اسوس حضان او 5 اسوس باكل منهم او بياكل منهم عندنا في البيت، ما شاء الله يعني خير ربنا اللي انتم شايفينه. واما بنعمه ربك فحدث. فالحمد لله. عايزك تركز على نفسك وتشتغل على نفسك، وتعرف انت واقف فين وايه مشكلتك عشان تقدر تحلها. لا اللي بيفرخ احسن منك ولا اللي بيبيع احسن منك. الفرق بينك وبين الناس دي ان الناس دي بتجتهد وبتشتغل على غلطاتها وبتشتغل على نفسها. فنصيحه مني، ما تيأس. غايه الحمام غايه صبر. توكل على الله واشتغل على اخطائك. كل سنه السنه اللي بعديها هتبقى انجح وانجح. الفيديو ده كانش معمول حسابه تماما، بس انا طالع اقول لك الغاوي يصبر ثم يصبر ثم ينول. سلام يا رجاله.